تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله في الخدمة، يعني أراد أن يكون النبي هو الحكم كيف تقسم أمور المنزل، فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب. يا فاطمة عليك بما دون الباب. البعض عندما نقول هذه الكلمة كأنه يراه استنقاصا للمرأة. المرأة خلقت لتربي جيلا، لا أن تدير مصنعا، هذا ليس تكليفها بالدرجة الأولى. أنت الرجل خلقت لاقتحام الميادين، اذهب واسع في مناكبها. أنت اجمع المال بكد يمينك وعرق جبينك، قدمها للمرأة لتربي لك جيلا. وظيفة المرأة أرقى من وظيفتك. تقول فاطمة: فلا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله. يعني يا رب لك الحمد والشكر أن جعلتني في هذا المقام أتفرغ لعبادتك تارة ولتربية الحسنين وزينب صلوات الله عليهم أجمعين.